اللهم إنا لا نملك لأهلنا إلا الدعاء، فيا رب انصرهم واحفظهم. عايزك دلوقتي وأنت قاعد تدعي لهم إن ربنا يقويهم ويحفظهم، وإن أي بوست أو أي هاشتاج يقابلك شارك فيه وخليك إيجابي، لأن صدقني الحاجات دي بتفرق جدا وبتوصل للعالم كله. فعلى الأقل ده اللي في إيدك دلوقتي إنك تقدر تساعد بيه وتقدمه. ولو أنت مقتدر ماديا فأنت برضو ممكن تشارك وتساعد عن طريق فوري أو فودافون كاش أو البنك، أرقامهم برضو موجودة على جوجل. أنا بعتذر إني منزلتش حلقة بتاعت الجولة التاسعة ولا ملخص الجولة ولا حلقة تشكيلات الوايلد كارد زي ما احنا اتفقنا، بس عشان بسبب الأحداث اللي بتحصل فحقيقي الواحد ملهوش نفس إن هو يعمل حاجة ومش قادر نفسيا. بس هنعمل إيه، ربنا يكون في العون. وأنا مش بزايد على إخواتي وكلامي ده مفهوش أي مزايدة بالناس اللي نزلوا حلقات، سواء كان في المجال بتاعي أو في أي مجال تاني. ليهم كل الاحترام، وده في الأول والآخر شغل وإحنا مضطرين إن إحنا نعمله، وربنا يقوينا إن إحنا نقدر إن إحنا نعمله. زي ما أنت مضطر إنك تذاكر لو أنت طالب، وأنت مضطر إنك تنزل شغلك لو أنت موظف، فده في الأول والآخر شغل. فربنا يقوينا إن إحنا نقدر نكمل شغلنا، وربنا يقويهم ويحفظهم ويساعدهم بإذن الله. وحسبي الله ونعم الوكيل، وبإذن الله نصر الله قريب. طبعا يا صديقي، لو انت اول مره بتتفرج عليا فانا مروان رفعت، ودي قناتك سياحه وفانتسي. اتمنى انك تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وان حقيقي اللايك والاشتراك بتاعك في الوقت ده هيفرق جدا، بسبب ان عمو اليوتيوب بيزعل ان احنا لما بنتكلم عن الاحداث اللي بتحصل بيتقمص وبيزعل. فعلشان كده اللايك والاشتراك بتاعك هيفرقوا جدا، لان ما بيقترحش الفيديو بتاعنا ولا بيوصله الناس، بسبب ان احنا بنتكلم عن الاحداث اللي بتحصل. واحنا برضو مش هنوقف كلام عن الاحداث اللي بتحصل. الموضوع مش يوم ولا يومين ولا هيتنسي، هنتكلم على كل السوشيال ميديا وبالذات التويتر، لان التويتر هو الابليكيشن الوحيد اللي بيسمح لنا ان احنا نتكلم بحرية. تعال نشوف الجولة اللي فاتت الاول ان انا جبت فيها كام نقطة. الجولة اللي فاتت جبت 89 نقطة، الحمد لله مش وحش، انا راضي بيهم. وكابتنت سون ومبسوط قوي قوي بكابتنة سون، الحمد لله ان ربنا نصفني وان هو ما جابش بعيد عن صلاح، وان انا كمان معايا مبويمو. وان انا قلت لك ان احنا نسيب مبويمو الجولتين اللي فاتوا دول، اللي هي كانت قدام نوتنجهام وبيرنلي، وبعد كده ان احنا نبيعه. والحمد لله برضو ان هو عمل حاجه الجوله اللي فاتت دي، وان هو ما طلعش بلانك. والحمد لله بقالي 3 جولات بجيب اسهم خضراء، والدنيا متعشيه معايا وبزياده. الجولة الجاية من كتر سهولة ماتشاتها تخلي الواحد محتار أكتر في إن هو يجيب مين ويبيع مين ويكابتن مين. والسؤال الأكتر دايما اللي بيتسأل من الناس في الفترة دي إن إحنا نبيع هالاند علشان نجيب صلاح ونظبط بقية التشكيلة، ولا إن إحنا نسيبه ونحاول إن إحنا نجيب صلاح، ولا إن إحنا مش شرط إن إحنا نجيب صلاح. الجولة الجاية سواء إن أنت كان معاك هالاند أو حتى ما معاكش هالاند، في أكتر من خيار كابتنة كويس جدا بعيدا عن هالاند. فعلشان كده احنا هنحاول ما نقعش في فخ سهولة الماتشات وخوازيقها، وان احنا نحاول نكابتن صح ونجيب اللعيب الصح. فعشان كده هتبقى حلقة بوم البوم. يلا مشروبك الجميل معايا ويلا ندردش في الحلقة. عايزك دلوقتي تنزل في الكومنتات حالا وتقولي مين هو نجم الجولة من وجهة نظرك للجولة الجاية، واللي هيتوقع صح ان شاء الله هطلع اسمه معايا في حلقة ملخص الجولة بإذن الله. واي سؤال برضو ارميهولي في الكومنتات. تعالى نقسم الحلقة بتاعتنا الاول عشان ما نتوهش من بعض. هنتكلم عن ماتشات ماتش في السريع، ايه افضل لعيبة المتوقع ان هم يتألقوا في الماتش ده. وبعد كده الفقرة الثابتة بتاعتنا، اللعيب نقول له اتفضل عندنا، واللعيب نقول له فريقنا يا عمنا. وبعد كده خيار الكابتنة ان احنا نكابتن هالاند الجولة دي، ولا ان احنا نجمد قلبنا بقى هالاند عنده مانشستر يونايتد نشوف حد يكون عنده ماتشات افضل. وفي ماتشات كتير ان عندهم ماتشات افضل بكتير من هالاند. وبعد كده الفكره الثابته برضو اللي معانا، افضل 11 لعيب من وجهه نظرنا للجوله الجايه، اللي هي يعتبر تشكيله فري هيت للجوله الجايه. والتشكيله دي احنا بنقارن ما بينها وبين تشكيله السكاوت بتاعه الموقع الرسمي في حلقه ملخص الجوله باذن الله. بنشوف مين اللي جاب اعلى، احنا ولا هم. لحد دلوقتي احنا متفوقين عليهم بنتيجه 4-2 لينا. فسياحو فانتسي هي الاساس. وطبعا هوريك تشكيلتي في الاخر هعمل ايه للجوله الجايه، خصوصا ان انا معايا تبديلين للجوله الجايه، ان انا هبيع هالاند وهجيب صلاح، ولا ان انا هسيب هالاند في تشكيلتي اعمل حاجه بوم في تشكيلتي. تعالى زي ما اتفقنا هنتكلم عن الماتشات في السريع، ماتش افضل لعيبه المتوقع ان هم يتالقوا في الماتش ده. بدايه الجوله معانا بماتش توتنهام وكريستال بالاس. وخلي بالك ان الديدلاين يوم الجمعه مش يوم السبت، فبرضه لو صاحبك مش عارف وفاكر ان هو يوم السبت قول له متبقاش بيكس يا اسطى وعرفه. سؤال للماتش ده،
سون ولا ماديسون؟ لو احنا مضطرين ان احنا نخلي واحد بس منهم في التشكيله بتاعتنا، انا من رايي طبعا سون هو الاخطر، دايما بيلعب في البوكس جوه معاه البلينات، اخطر واقرب للجون من ماديسون. لكن انا من رايي سون وماديسون مهمين جدا جدا، الاتنين مع بعض هم ثنائيه زي سون وكين، بس الناس مش عايزين ان هم يبقى معاهم سون وماديسون اتنين من توتنهام في نص الملعب. اعتبر ان سون ده مركزه مهاجم، وان هو بس مركزه موجود في الفانتازي نص ملعب. افضل اللعيبه من توتنهام الماتش ده سون وكولوسيفسكي وبيدرو بورو وماديسون. ليه انا اخترت لك كولوسيفسكي وبيدرو بورو؟ لان كريستال بالاس بقى لها اكتر من ماتش عندهم مشكله جامده من الناحيه اللي بيلعب فيها كولوسيفسكي وبيدرو بورو، اللي هي الناحيه الشمال بتاعت كريستال بالاس، فعشان كده انا قلت لك كولوسيفسكي وبيدرو بورو. وبرده عندهم مشكله في العمق بين قلبين الدفاع، اللي بيجي منها سون واللي بيجي برده منها ماديسون، بيجي من ورا وبيخش برده قدام. فالحته دي برده ركز عليها، ان سون وماديسون هيكونوا خطيرين جدا للجوله دي. ولو معاك ريتشارلسون لعبوا برده الجوله دي. كريستال بالاس زي ما انا قلت لك سيئه جدا دفاعيا بقى لها كام ماتش، وان ريتشارلسون حقيقي ان بقى له ماتشين كان كويس جدا، بس كان بيقابله باد لك. حتى كمان المدرب طلع اتكلم عنه كلام ايجابي وكل حاجه، فريتشارلسون برده هيكون اختيار ديفرنشال بعيدا عن سون وماديسون. افضل اللعيبه من كريستال بالاس طبعا مش هقدر ارشح لك اي حد منهم، لان هم عندهم توتنهام، وحتى لو ما عندهمش توتنهام فهم سيئين دفاعيا وهجوميا بقالهم كام ماتش زي ده شايف كلين شيت لتوتنهام بالعقم الهجومي اللي عند كريستال بالاس، وان هم يقدروا يسجلوا جونين او ثلاثه، وان ان شاء الله سون وكولسفسكي وبيدرو بورو وريتشارلسون ومادسون كل الشباب دي تروق علينا في الماتش ده. الماتش التاني معانا تشيلسي وبرينتفورد. سؤال الماتش ده، نجيب بالمر بسعر 5 مليون وان هو بيلعب في تشيلسي، ولا بلاش نجيب حد من الفرقه النكسه دي؟ انا متفاهم جدا ان سعر بالمر فعلا مغري، وان هو بسعر 5 مليون بس، وان هو كمان مع 2.5% ملكيه، فهو اختيار ديفرنشال جامد جدا، وان هو بيلعب في تشيلسي في نادي من التوب 6 ومعاه البلينات. بس جدول تشيلسي الفترة الجاية على الأقل 5 جولات الجايين دول صعب جدا. بص كده جدول تشيلسي الفترة الجاية معايا عامل ازاي. عندهم برينتفورد الجولة الجاية، وبرينتفورد مش أسوأ حاجة في الدفاع، وبعدها عندهم توتنهام والسيتي ونيوكاسل وبرايتون واليونايتد، فتقريبا كلها ماتشات صعبة جدا. حتى الماتشات اللي على ملعبهم اللي من ضمنهم السيتي وبرايتون حرفيا مش هيمسكوهم كورة. فانا من رايي انك بالمر تستنى عليه لحد بعد الجوله 15، هيكون الجدول بتاعهم اتحسن جدا، وقتها مليون في المية نجيبه. واعتقد وقتها مش هيكون نسبه الملكيه بتاعته هتكون عاليه، وهيكون لسه اختيار ديفرنشال، وان احنا نلحق نجيبه قبل ما يتالق، زي ما احنا كده خطفنا ستيرلينج قبل ما يتالق، وان احنا ناخد منه نقط. افضل اللعيبه من تشيلسي الماتش ده هو بالمر وستيرلينج، هما الاثنين الوحيدين اللي في تشكيله تشيلسي كلها ان هما اللي قادرين ان هما يعملوا حاجه. وان ستيرلينج الماتش اللي فات كان قدام الارسنال ان هو كان على الاقل ان هو يطلع له بجون كمان مع الاسيست اللي جابه، حقيقي كان خطير جدا جدا، وكان بيعمل كل حاجه هو وبالمر في هجوم تشيلسي. افضل اللعيبه بقى من برينتفورد الماتش ده المفروض ان هو مبويمو ده لو لسه معاك. طب احنا كنا متفقين ان مبويمو هنسيبه الجوله اللي فاتت بس اخره معانا، وبعد كده هنبيعه. انا شايف لو انت ما معكش مثلا صلاح او ما معكش واتكنز، وان انت دول لازم يكونوا معاك في تشكيلتك الجوله الجايه، فخلاص طبعا هتجيبهم وما تمشيش مبويمو بالسالب، عشان مبويمو هيلعب ناحيه كوكاريا، وكوكاريا ده اي حد يلعب عليه يعمل عليه ماتش. لكن لو انت معاك مثلا تبديلتين، او حتى لو معاك تبديله واحده ومعاك مثلا صلاح وواتكنز ومش عارف تمشي مين، ومعاك مبويمو، مليون في المية مشي مبويمو، عشان الجدول بتاعهم الفترة الجاية صعب جدا، وان هم عندهم عقم هجومي. سيبك من اللي عملوه بس قدام بيرنلي، عشان بيرنلي دي اي حد يقدر ان هو يكسبها. انت حتى لو جبت صحابك ولعبتهم ماتش كورة هتكسبهم 5 اقل حاجة. ماتش زي ده شايف كلين شيت هيروح من الفريقين، وممكن يخلص تعادل ايجابي او تشيلسي تكسب 2-1 او حاجة. الماتش التالت معانا ارسنال وشيفيلد. افضل لعيبه من ارسنال الماتش ده ساكا وخيسوس. خيسوس انا حاسه ان هو هيتالق الماتش ده وهيرجع تاني زي ما كان، لان شيفيلد عندهم مشكله جامده جدا في العمق بتاعهم، والناحيه برضو اللي ناحيه ساكا، وبرضو الناحيه اللي هي الطرف التاني اللي هو اللي هيلعب فيها مارتينيلي او تروسارد. بس المشكله ان احنا مش ضامنين مين فيهم هيلعب اساسي الجوله دي. وبالنسبه لشيفيلد طبعا فاكس مش هنتكلم عنهم باي حاجه، وماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت طبعا بنسبه كبيره جدا هيكون لارسنال، وان شاء الله ارسنال تكسب على الاقل 4 أو 5 مستريح، ونساكا يروق علينا. ولو انت جاب خيسوس كاختيار ديفرنشال فباذن الله برضو يروق عليك الجوله دي. الماتش الرابع معانا بورنموث وبيرنلي. افضل لعيبه من بورنموث الماتش ده طبعا من غير كلام وهو سولانكي. سولانكي الوحيد اصلا اللي تقدر تقول ان هو هيعمل حاجه من بورنموث،
وان هو هيبقى اختيار ديفرنشال برده كويس جدا جدا الجوله دي، لان طبعا كلنا عارفين دفاع بيرنلي مضحك عامل ازاي. اما بالنسبه لبيرنلي فبرده مش هنتكلم عنهم باي حاجه، وان انا فرحان ان كومباني فاضل في الدوري الانجليزي، ده بالنسبه لنا حاجه لقطه، اي حد بيلعب قدامه نجيبه ونكابتنه واحنا مستريحين. وماتش زي ده انا شايف ان فيه اجوان كتيره، وان كلين شيت هيروح من الفريقين بالدفاع المضحك بتاعهم، وان هو ممكن يخلص 2-2 او 3-3 او حاجه. الماتش الخامس معانا نيوكاسل وولفرهامبتون. سؤال الماتش ده، هل دبل دفاعي من نيوكاسل يقدر يعوض نقط تريبير ولا لا؟ الاجابه لا، لان ساعات نيوكاسل كلين شيت بيضيع منها، تريبير بيبقى عامل له اسيست وبيبقى واخد له 2 بونص، فبتلاقي ان هو طالع ب7 نقط وان بقيه الدفاع طالع بنقطتين، فتريبير مهم جدا جدا. افضل لعيبه من نيوكاسل الماتش ده جوردن وويلسون لو هيلعب اساسي، وهو بنسبه كبيره ان هو هيلعب اساسي، لان ايزاك بنسبه اكبر برده ان هو هيلعب في ماتش الابطال، وويلسون هيلعب اساسي في ماتش الدوري. افضل لعيبه من ولفرهامبتون الماتش ده مش هقدر ارشح لك حد منهم قوي، لان هم بيقابلوا نيوكاسل، وطبعا كلنا عارفين دفاع نيوكاسل عامل ازاي. بالنسبه لنيتو، لو انت معاك نيتو ومعاك حد على الدكه عنده ماتش احسن واسهل، لعبه اساسي. انما لو معكش حد على الدكه لعبه هتعمل ايه، لكن ما تستناش منه ان هو هيعمل حاجه قوي. ماتش زي ده مش شايفه كلين شيت قوي بصراحه بالنسبه لنيوكاسل، لان ولفرهامبتون على ملعبها بتعرف تخطف جون فعلا باي طريقه، لكن نيوكاسل هتكسب بسهوله وتقدر تسجل في الماتش ده 3 او 4 تجوان، لان دفاع ولفرهامبتون مضحك جدا. الماتش السادس معانا وستهام وايفرتون. افضل لعيبه من وستهام الماتش ده بوين وكوفال، لان ايفرتون عندهم مشكله كبيره من الناحيه الشمال بتاعتهم، اللي هي الناحيه اليمين اللي بيلعب فيها بوين وكوفال. عندهم باك شمال اسمه مايكوليتكو او حاجه زي كده، عنده مشاكل دفاعيه بالهبل، فالناحيه دي هتبقى خطيره جدا بالنسبه لوستهام. افضل اللعيبه من ايفرتون الماتش ده مش هقدر برضو ارشح لك حد منهم قوي، لان هم عندهم ماتش صعب، واستهام على ملعبها بتبقى رخمه دفاعيا، لكن وانت قاعد بتتفرج على الماتش حط عينك على هاريسون، لان كلنا عارفين هاريسون من ايام ليدز كان بيعمل ايه، هو الوحيد حاليا اللي انت تقدر ان انت تثق فيه من هجوم ايفرتون. ماتش زي ده اتمناه كلين شيت لوستهام، لان احنا معظمنا معاه اريولا وهيلعبوا اساسي الجوله الجايه، مع اني اشك ان وستهام تقدر تطلع بكلين شيت، بس اتمناها، وان وستهام برضو تقدر ان هي تسجل في الماتش ده جونين او 3 لو سجلوا جون بدري. وان برضو حط في بالك حاجه، شون دايش قدام الفرق اللي هم مستواهم قريب منهم ما بيلعبش بالدفاع زي ما بيلعب بالدفاع قدام التوب 6، بيلعب بدفاع شويه بس برضو مش بالدفاع المتحفظ قوي زي ما قدام الفرق اللي هي بتاعت التوب 6. الماتش السابع معانا استون فيلا ولوتون. الماتش ده فيه سؤالين، السؤال الاول، هل ديابي يقدر ان هو يعوض نقط واتكنز؟ انا من رايي لا، واتكنز بقاله فتره فورمه جامده جدا، ديابي برضو هيبقى مهم، وديابي بيلعب مهاجم تاني مع واتكنز. انا عارف ان هو لو معاك بقاله اكتر من جوله انت مش طايقه ان هو بيطلع لك ببلانك، بس شوف جدول استون فيلا الفتره الجايه عامل ازاي، هل ان انت هتقدر تبيعه وان هو عنده لوتون والماتشات السهله جدا الفتره الجايه دي؟ فانا من رايي الاثنين مهمين جدا مع بعض الفتره الجايه، لكن لو واحد منهم ضروري مليون في الميه هيكون واتكنز. السؤال الثاني، هل دوجلاس لويس اختيار ديفرنشال كويس للجولات الجايه من استون فيلا برضو؟ الاجابه لا، لان دوجلاس لويس بيلعب نص ملعب، ممكن الناس اللي رايحين ان هم رايحين يشتروه دول هم ما بيتفرجوش على الماتشات، ما بيشوفوش هايلايتس، بيشوفوه ان هو بيسجل بيلين فبيقولوا ان هو كده خطير ومعاه البلينات. دوجلاس لويس بيلعب نص ملعب ورا قوي، يا اما هيجيب جون من حاجتين، يا اما جون شوطه يا اما جون بيلين، فانت ليه تروح تجيب لعيب تستنى منه ان هو يجي له بيلين او ان هو يشوط شوطه من بعيد ان هي تخش جون؟ افضل لعيبه من استون فيلا الماتش ده واتكنز وديابي وكاش. لوتون عندهم مشاكل دفاعيه من كل حته في الملعب، من العمق ومن اليمين ومن الشمال ومن كل حته، بالذات من العمق، لان اي فرقه بتلاعب لوتون دايما المهاجم بتاعها بيسجل جون، فواتكنز هيكون اختيار كويس جدا للكابتنه، وهنتكلم عنه في اختيارات الكابتنه. بالنسبه طبعا للوتون فمش محتاجين نتكلم عنها، وماتش زي ده انا شايف كلين شيت لاستون فيلا، وان استون فيلا تقدر تسجل 4 أو 5 تجوان مستريح الجوله دي، وان باذن الله واتكنز وديابي وكاش وكل الشباب دي يروقوا علينا في الماتش ده. الماتش التامن معانا ليفربول ونوتنجهام. الماتش ده فيه سؤال، هل لويس دياز ونونيز مع بعض يقدروا يعوضوا نقط صلاح؟ الإجابة مليون في المية لأ، لأن صلاح بقى طول الماتش تقريبا مختفي، وتلاقيه طالع بجونين في الماتش زي ما عمل كده قدام ايفرتون وبرايتون، خصوصا ماتش ايفرتون. حتى كمان كلوب طلع بعد الماتش وقال ان فعلا صلاح ما كانش احسن حاجه في الماتش خالص، وكان بيقدم اداء وحش، بس في الاخر عمل ايه؟ طلع بجونين، وهي دي فعلا ميزه اللعيب الكبير. ممكن تلاقي لويس دياز وداروين نونيز كل واحد فيهم هاين نفسه في الماتش وعامل كل حاجه في الماتش،
وتلاقي مثلا لويس دياز طلع في الماتش في الاخر باسيست او جون بالعافيه. افضل اللعيبه من ليفربول الماتش ده صلاح وداروين نونيز لو هيلعب اساسي. ومعلومه على السريع يا صديقي، ليفربول عندهم ماتش يوم الخميس في الدوري الاوروبي، فلو داروين نونيز هيلعب اساسي في الماتش ده فبنسبه كبيره ان هو هيكون دكه، وان هيكون يوتا هو اللي هيلعب مكانه اساسي. اما لو داروين نونيز دكه ولو يوتا هو اللي هيلعب اساسي، يبقى دي هتقلل الحيره اللي جوانا، وهنتاكد وقتها ان داروين نونيز هو اللي هيلعب اساسي في الماتش بتاع الدوري. نوتنجهام طبعا فاكس مش هنتكلم عنها، وماتش زي ده انا شايف ان ليفربول تقدر تسجل 3 او 4 اجوان مستريح لو سجلوا جون بدري. ومش شايف بصراحه كلين شيت ليفربول، لان نوتنجهام دايما بتعرف تخطف كده اي جون من اي هبد. الماتش التاسع معانا برايتون وفولهام. افضل لعيبه من برايتون الماتش ده هو ميتوما ومفيش غيره، ما تشوفش اي حد تاني. انا عارف ان جدول برايتون سهل جدا الفتره الجايه، واحنا نفسنا نروح نجيب جواو بيدرو وفيركسون واي حد منهم، لكن برايتون مش مديانا فرصه ان احنا نعمل كده بسبب كميه التدوير اللي عندهم. اضمن واحد ان هو هيلعب اساسي معظم الفترات، حتى كمان مش كل الجولات، هو ميتوما. بالنسبه لفولهام مفيش اي حاجه طبعا نتكلم عنها في فولهام. لو معاك لينو طبعا هتقعده دكه، لو معاك اريولا فمليون في الميه لاعب اريولا اساسي على لينو. ماتش زي ده شايف الكلين شيت هيروح من الفريقين بالدفاع المضحك بتاع الفريقين، وان برايتون تقدر تسجل 4 أو 5 مستريح في الماتش ده. الماتش الاخير معانا ماتش القمه، ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. الماتش ده فيه سؤال، والسؤال ده اكتر سؤال بيتسال الفتره دي، ان احنا نبيع هالاند علشان نجيب صلاح ولا ما ناخدش الريسك ده علشان هيبقى ريسك كبير جدا واحنا مش هنبقى قده. الاجابه لو انت معاك وايلد كارد فمليون في الميه تجيب هالاند وصلاح في تشكيله واحده، وهتعرف فعلا تظبطها، وهتجيب واتكنز وهتجيب كل الشباب الجامده. لكن لو ما معكش وايلد كارد زي حالاتي وخلصته، وان انت مضطر عشان تعرف تجيب صلاح وما تعملش سالب كتير، هل ده فعلا الوقت ان احنا نعمل ده؟ انا شايف ان ده الوقت المناسب ان احنا نمشي هالاند، علشان ماتشات السيتي مش افضل حاجه. لكن وانا بقول مش افضل حاجه، متوقع جدا ان هالاند يقدر يسجل في كل ماتش من دول هدفين اقل حاجه. لكن فعلا المدافعين اللي بينزلوا قدام هالاند بيبقى كل همتهم ان هم يمسكوا هالاند وما يخلوش ان هو يعرف يسجل، عشان يطلع يتصيطوا بعد الماتش ويقولوا ان احنا عرفنا نوقف هالاند وان مفيش حد كتير عرف يوقف هالاند. وهو ده فعلا المدافعين بقى عندهم المهمه الاكبر ان هم يوقفوا هالاند، وما يهمهمش ان الفرقه بتاعتهم تخسر ولا ان كده في مساحات تانيه بتفضل الفاريز والدوكو، هم ما يهمهمش الكلام ده. ودي حاجه تبقى في مصلحتنا جدا بالنسبه للناس اللي معاها الفاريز وبالنسبه للناس اللي معاها دوكو، فالمساحات تبقى بالنسبه لهم فاضيه، فالمتوقع ان هم يسجلوا جوان اكتر كمان من هالاند. لك ان تتخيل مثلا ان الفاريز سعره 7 مليون وان هالاند سعره 14 مليون، وان الفاريز جايب 57 نقطه وهالاند جايب 63 نقطه، يعني فرق 6 نقط وفرق 7 مليون، يعني النقطه تقريبا بمليون، فالاسعار ولعت. افضل اللعيبه من السيتي الماتش ده دوكو والفاريز. انا شايف ان مانشستر يونايتد هتنزل تحاول تقفل على هالاند، وان مساحتها هتفضل الفاريز ودوكو. افضل اللعيبه من اليونايتد الماتش ده هو راشفورد. عارف ان راشفورد بقاله فتره تعبان وكحيان وكل حاجه، بس هي دي ماتشات راشفورد، ودي الماتشات اللي راشفورد بيعرف يفوق فيها. حلاوه راشفورد انه بيعرف يفوق قدام الفرق الكبيره، وراشفورد دايما بيحب يلعب على الهجمات المرتده. راشفورد طبعا هو اخطر واحد في اليونايتد لما بييجوا يلعبوا على الهجمات المرتده، عشان دايما بيبقى عنده سرعات جامده، فدايما بيلعبوا عليه. ماتش زي ده بالدفاع المضحك للفريقين شايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين، لكن السيتي تقدر ان هي تكسب 3 او 4 مستريح، لكن الكلين شيت هيروح من السيتي وهيروح من اليونايتد. نيجي بقى لفقرة لعيب نقول له اتفضل عندنا، واللعيب نقول له فريقنا يا عمنا. الأول اللعيب اللي نقول له اتفضل عندنا صلاح طبعا من غير كلام، ولاعيبة أستون فيلا واتكنز ديابي كاش وميتوما، لأن جدول برايتون الفترة الجاية هيبقى سهل جدا. واللعيب نقول له فريقنا يا عمنا هويلاند مبويمو إيدرسون أو أي حد من دفاع السيتي. بعد ما اتكلمنا عن ماتشات الجولة، إيه بقى أفضل خيارات الكابتنة يا مروان؟ خيارات الكابتنة الأمان صلاح واتكنز وساكا. الكابتنة الريسك ميتوما وديابي وخيسوس. اما بقى الكابتنة المجنونة سولانكي قدام بيرنلي، اختيار كابتنة جامد جدا واختيار ديفرنشال، لو ظبط معاك هيفرق معاك جامد جدا. تعالى بقى اوريك التشكيلة اللي هم افضل 11 لعيبة للجولة الجاية من وجهة نظرنا، واللي هم دول بنقارن ما بينهم وما بين التشكيلة بتاعت السكاوت بتاعت الموقع الرسمي في حالة الملخص ان شاء الله، نشوف مين جاب اعلى احنا ولا هم. وبعد كده هوريك تشكيلتي عامل فيها ايه. معانا فيكاريو حارس، معانا كاش ووايت وتريبير، معانا ساكا وصلاح وميتوما وسون وديابي وسولانكي وواتكنز وهو الكابتن. اما تشكيلتي والمفاجاه اللي عملتها في الجوله دي، انا مش عارف ان جالي قلب عملت كده ازاي، بس يلا ما بديهاش بقى، هو اديها واحده لست للجبناء وباذن الله تسيب معايا. انا تشكيلتي الجوله دي اريولا تريبير ودوجي كاش صلاح وديابي وساكا وسون وماديسون والفاريز
واتكنز هو الكابتن، وطبعا انت هتتفاجئ فين هالاند. ما هي دي المفاجأة، ان انا مشيت هالاند وجبت صلاح، ومشيت هالاند وجبت مكانه واتكنز، وكان معايا تبديلتين الجولة دي ما عملتش سالب، وجبت بيهم صلاح وجبت بيهم واتكنز. فبإذن الله هالاند ما يندمناش، والماتش الجاي تلاقيه مثلا جايب هاتريك، وتلاقي مثلا الماتش الجاي صلاح يعمل له بلانك وواتكنز يعمل له بلانك، وقتها احنا خلاص هنبقى حرفيا بنغرق في الترتيب. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهاية الحلقة. أتمنى لو عجبتك الحلقة فما تنساش تعملي لايك واشتراك في القناة، عشان ده هيبقى يساعدنا إن احنا نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. وبرضه ما تنساش دعائك لإخواتنا، وبإذن الله ربنا ينصرهم. كان معاك مروان رفعت، أشوفك على خير إن شاء الله في حلقات جاية، وصيحوا فانتسي. سلام.